الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تشفع بها لي عند الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد مع وصفة جديدة. عملنا الفيديو اللي كان قبل ده المنين او كعب الغزال، وعملنا قراقيش سادة، وقلت لكم ان كان في حفلة في المدرسة وعملت صنفين، وقلت لكم كمان ان المرة الجاية على الفيديو ده هبتدي اللي انا اعمل حاجة حلوة. ابتديت اللي انا اعمل لهم كمان كنافة بالكريمة الكدابة او بالقشطة الكدابة، يعني بالمهلبية. وهنشوف كل حاجة مع بعض، وهنشوف جهزناها ازاي وعبناها ازاي وغلفناها وكل حاجة. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وما تنسوش تعليق حلو بيفرحني. اول حاجه انا جبت الكنافه متلجه من الفريزر، وحطيت عليها معلقتين سكر، وحطيت عليها السمنه وفركتها. السمنه لازم تبقى سايحه بس ما تتقدحش. وابتديت ان انا اعمل القشطه الكدابه او المهلبيه، لبن ونشا وفانيليا ولبن بودره. حطيت لبن بودره عشان يعزز طعمها شويه بس. مفيش اطعم من كده ولا احسن من كده اهي. ده السمك جاي مظبوط جدا ما شاء الله. الكنافه دي انا عملتها قبل ما يمشوا بنص ساعه، يعني عملتها على الساعه 5 الصبح 6 الصبح كده. كانت مظبوطه وشاربه السيرم بتاعها وتمام التمام. كان عندي شربات في التلاجة كنت مجهزاه ومحطوط، طلعته اول ما قمت يهدى شويه، ياخد حراره الغرفه عشان ابقى اسقيها بيه او اسقيها بيه. دي الكريمه اهي ما شاء الله قوامها زي العسل. ابتديت بقى ان انا احط الطبقه الاولانيه، بس اهم حاجه حطيت شويه سمنه كويسين محترمين كده في القاع. ابتديت بقى ان انا احط الطبقه الاولانيه، وبعد كده حطيت طبقه المهلبيه، وبعد كده حطيت الطبقه الاخيره وضغطتها، بس الاخيره دي ما اتضغطتش قوي، وحطيتها في الفرن وطلعت ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وهي سخنه كده هبتدي اللي انا اشربها السيرم. ما كنتش عارفه اشربها بايد واحده، فهطفي الكاميرا الوقت عما اشربها وارجع تاني اوريها لكم وهي متشربه. ما شاء الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ونعمل لاولادنا احسن حاجه في الدنيا. اللهم امين يا رب العالمين. شاربة السيرم بتاعها مظبوطة جدا، وريحة وطعم ما شاء الله ببركة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يدخل علينا البركة في كل حاجة يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بس ابتدت تهدى بقى، ودخلت لبست الولاد و... وطلعت لهم من غيرتهم، كانوا ساعتها في الحمام وانا بس السيرم بتاعها وبس. وعبيتها بقى، ابتديت اللي انا اعبيها. كنت جايبه لهم بقى حاجات تتغلف فيها او تتحط فيها عشان تبقى سهله عليهم ان هم يمشوا بيها. هي المدرسه مش بعيده علينا، في الشارع اللي جنبنا، بس برضو يعني الشكل العين بتاكل قبل البق. شكلها تحفه، واخده تسويتها مظبوطه جدا جدا، ولونها فظيع. المهم ابتديت بقى اللي انا اجهز الحاجات اللي انا هحطهم فيها. بصوا بقى، دي علب المفروض تتحط فيها الجاتوهات، التورت، الحاجات دي. كان نفسي العلبه دي تقفل من جوه، يعني كنت بحاول ان هي تقفل من جوه. قفلت وهي فاضيه، بس لما جيت عبيتها كنافه مرضتش تقفل. كان هدفي اللي هي تقفل من جوه عشان وهم شايلينهم، بالذات ردينا بنتي لسه صغيره، عشان ما تحاولش ان هي تبهدل الحاجه وهي شايلاها. بس هي قفلت معايا وهي فاضيه، بس لما اتعبت حاجات مع الاسف ما عرفتش اللي انا اقفلها، فعملتها بوضعها الطبيعي. انا كنت بجربها اهو، قفلت تمام ومية مية، بس جيت اعبيها واقفلها ما عرفتش. قفلت بقى بالوضع بتاعها الطبيعي لبره. المهم دي اكياس تلاجة عادية، ابتديت ان انا افتحها عشان افرشها تحت الاكل اللي انا هعمله. دي لازما لما تيجي تعبي اي اكل لازما الخطوه دي. في اكياس على فكره بتبقى مفروده جاهز للحاجات دي، اللي بيستخدموها بتوع الحلويات بيفرشوها تحت الاكل. بس انا ما كانش عندي الا اكياس التلاجة، فانا حبيت اللي انا افردهم واحطهم يحفظوا الاكل وكده.
يعني يحفظوا تحت الحاجة، بتبقى ما تبقاش منها للكرتونة او منها للعلبة البلاستيك، بتبقى مضرة. لكن الاكياس دي اكياس ايه، اكياس اغذية حلوة نظيفة، فاهميني؟ تبقى فتحت بين 4، لان كل ولادي كل واحد خد علبتين، علبة شفافة من دي وعلبة من اللي هي بتاعت الكنافة. اللي ابتديت بقى ان انا احط البتاع المفرش او كيس في القاع، وابتديت ان انا ارص اول حاجه المنين او كعب الغزال. حطيت رصيته رصه كده مش منظمه اول حد ما بس حلوه. ابتديت ارص واحده جنب واحده وفوق واحده وكده. المهم ايه، ظبطت العلبه وحطيت برضو شويه ساده بس مش قوي يعني لانهم اصلا مش هي، انا كنت عامله الساده ده اغلبه لينا، هم اطفال يعني بيحبوا الحاجه المحشيه، مش هيبقوا مايلين للحاجه الساده. طبعا كنت مجهزه لهم عصير، كل واحد رتل عصير كده ياخدوهم على الحاجه وبس كده. وقلت ايه، بارك الله فيما رزق، كل واحد علبه يعني كل واحد علبتين متنوعتين كده من الحاجات. وما شاء الله كان تحضيراتهم زي العسل، وكانت قرفتهم خفيفه. يا رب اعمل لهم وافضل كده واقفه على رجلي واعمل لهم احلى حاجه في الدنيا، واشرفهم قدام الناس كلها، واشوفهم احسن حاجه في الدنيا، ويبعد عنهم يا رب العينين الوحشه، ويبعد عنهم ولاد الحرام، اللهم امين يا رب العالمين، انا وانتم والمسلمين. كان نفسي والله اعمل لهم اكتر من كده، كان نفسي اعمل لهم احسن حاجه في الدنيا. بس على ما قدرت بقى، وهم الوقت برضو عزفني وكده، كان الوقت ضيق، فالحمد لله اللي انا عملت كده. الحمد لله. عايزه اقول لكم ان هم كانوا طايرين بالحاجات دي طير. المهم ابتديت ان انا اجهز العلبه الاولانيه، وهعمل العلبه التانية نسخه طبق الاصل من العلبه الاولانيه، عشان هتبقى واحده لكريم وواحده لوردينا باذن الله. المهم ابتديت بقى انا احضر العلبه التانية اهو، واحط الكيسه واقفلها قفله كويسه وخلاص. وابتدي بقى انا اجهز في ايه، اجهز في الكنافه. بس الغلط الوحيد اللي قابلني في الكنافه التقطيعه بتاعتها. بعد كده كل حاجه ما شاء الله زي العسل. كان نفسي اقطعها تقطيعه كده إيه كانت واحده كبيره واحده صغيره كده، كان نفسي اقطعها تقطيعه محلات كده فخمه، بس مش مشكله يعني الحمد لله. مش كل حاجه هتيجي مظبوطه، انا عارفه الحته دي. ده كان صوص عندي كده للحلويات، بتهيألي توت او كريز حاجه زي كده يعني. فالمهم ابتديت ان انا اجرنش كده الوش بتاعها من فوق بالصوص ده عشان يدي شكل حلو، ويجذب الاطفال ان هم ياكلوا منها وكده. بس كده ابتديت ان انا احضر العلبتين، وسلام عليكم.